السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فيجا صمكاوي. اللهم صل وسلم وبارك وزع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وادعوا لأخوتنا في كل مكان يا رب العالمين، وادعوا لجميع أمواتنا أجمعين. فيديو جديد بعنوان منتخب مصر منتخب قبيح، منتخب أداء سيء جدا، أداء بدون هزيل جدا، أداء لا يرتقي للفوز بالبطولة لكن فوز مهم. منتخب مصر بيصعب نفسه اكتر واكتر ويأزم المسألة، لكن بيفوز في مهمة صعبة جدا 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 على بنين. 3-1. احرز الاهداف كل من ياسر ابراهيم، مروان عطية، واللاعب محمد صلاح في الدقيقة الاخيرة من الوقت الشوط الاضافي التاني في المباراة. يعني مباراة صعبة جدا جدا، صعبت الدنيا على نفسك، فزت بالعافية. ليه يا حسام يا حسن بتتفلسف زيادة؟ ليه بتلعب كل حاجة فلسفة؟ منتخب ضعيف جدا، منتخب لسه واخد على عينه بالتلاتة من السنغال، واخد من كونغو برضه تلاتة، واخد من كل الفرق اللي معاه في المجموعة بالأرقام يعني. مش عارف انت تكسب عليه، معرفش ليه بتصعب الدنيا على نفسك كده؟ منتخب اصلا هزيل جدا جدا، احرز هدف ملوش لازمة، هدف مضحك جدا. يعني صعبت الدنيا على نفسك، اداء مش كويس. طب ليه كده؟ عايزين نركز في اللي جاي اكتر. عندك ماتش جاي احتمال كبير هيكون قدام كوت ديفوار، هيكون مباراة صعبة جدا 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 جدا. لازم أن تكون مدرك ان انت لازم أن تكسب الماتش الجاي ده، وتركز اكتر وتبطل فلسفة. اول ماتش الجاي ماتش فعلا تحدي كبير جدا جدا لهذا المنتخب لو كان امام كوت ديفوار. اما لو امام اي فرقة تانية فهيبقى الموضوع يعني اسهل من كده. لكن لازم أن تركز، انت عندك هدف، عندك مهمة، فوز بالبطولة، مفيش اي تراجع في هذه المهمة، لان الموضوع بقى فعلا هام جدا جدا. لازم أن تفوز بالبطولة. كل توفيق لمنتخب مصر، ادعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم. واللهم صل وسلم وبارك وزد سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. وان شاء الله كل توفيق لمنتخب مصر ومنتخبات العربيه في البطوله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واستنونا بكره ان شاء الله في فيديو عن المنتخب الجزائري، وان شاء الله كل اللي جاي خير، وربنا يوفق كل العرب اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.